بخصوص البنوته بتاعت الاتوبيس، انا عندي تحليل منطقي كده قلت اطرحه قدامكم، يمكن انا اللي دماغي مهويه. اولا الاتوبيس كله اجمع ان مفيش حد يقف في صفك، فده مش معناه ابدا ان الاتوبيس ده طالع من محطه عديم الرجوله والنخوه رايح يوصل الناس لعديم الدين والاحساس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، على مدار العمر اللي ربنا عطاهوني انا شفت الناس بتنقسم لقسمين في المواقف اللي زي دي. يا اما ناس عندها دين ونخوه ورجوله وما تتمناش ان ده يحصل لاهل بيتها، فبتقف في صف البيت ايا كان اللي قدامها مين، ما بيهمهمش. ليه؟ مش عايز ده يترد في اهل بيته، عايز يعمل ده لاجل ربنا، يقعد له في طريقه، يقعد له في بيته، ايا كان السبب. القسم الثاني اللي هو بتاع شفت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو، هو مع تطور الاجيال لحد ما بنوصل للاوفر سايز والتيك توك والرقص على الاغاني والبنطلون الوايد ليج، ده بيبقى هدفه كله ان هو يقف برضه جنب البت لاجل يجيبها سكه، لاجل بقى يتصاحبوا، ايا كان المسمى. المهم ان الطريقين بيودوا ان هم هيقفوا في ظهرها. فمعنى ان مفيش حد يقف جنبك مش معناها ان انت مثلا مكتوب على وشك هنا كافره بنت المسيح الدجال ظهرت، فما فيش حد يقف في صفها ولا حد يتفتن بيها يا جدعان، لان احنا منظرين بده. اصل الاتوبيس محمل من المنقي يا خيار، من شاب واقف قدامك انت اتهمتيه باللي اتهمتيه بيه، لراجل ماسك سبحه، للي محجبه، للي مش محجبه، للي بعضلات، للي رفيع، للي ابيضاني، للي قمحاوي، كلهم عاملين كده. اكيد في سيناريو تاني. فبعد ظهور الحقيقه اتضح ايه هو السيناريو التاني. فكلامي هنا بقى للناس اللي طلعت شردت وطلعت قالت وصل الست، وصل نظريه المؤامره، وصل الست متهانه، وصل الست مش واخده حقها، واصله واصله وفصله. هو مين راجل عنده نخوه ممكن يشوف واحده محطوطه في دقيقه وما يعتبرهاش اهل بيته؟ طب نيجي للستات. طب ما فيش واحده في الاتوبيس وقفت في صفك ليه؟ تحليل منطقي، واحد اتنين تلاته لهذا السبب. مفيش اي سبب يبرر ده غير بعد ظهور الحقيقه ان انت اتهمتيه بالباطل، وان الراجل ده دلوقتي اتشرد وسط اهل بيته، اتشرد وسط جيرانه، بقت سيرته على كل لسان، كل الصفحات طلعت تجري تن 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 تن، موضوع بقى الناس كلها بتتكلم عنه. يعني انا اللي بنص لسان؟ يا جدعان اتقوا الله وما ترموش الناس بالباطل، واستنوا لحد ما تظهر الحقيقه، بعد كده كل اللي عنده راي يعبر عن رايه، عشان مفيش طرف من الاتنين انت تيجي عليه وتبقى ظالم. وبالنسبه لاتجاه اللبس، مراتي، اختي، امي، وباقي اللي في الشارع انا اتامرت بغض البصر، وفي رب هيحاسب بس. واخيرا بقى انت او انتي، ايه رايكم بعد ظهور الحقيقه، سواء كنت ظالم او مستني الحقيقه تظهر؟